انا محمد سيحه، انا اهلاوي. شعوري طبعا مختلف. جوه النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا. بدايه ما دخلت بوابه النادي الاهلي طبعا شعور تاني، احساس تاني خالص. تلعب في اكبر نادي في افريقيا، بتمثل اكبر نادي في افريقيا، فده بالنسبه لنا كان شعور يعني كان كبير جدا، وان شاء الله يعني اكون قد المسؤوليه في النادي الاهلي. لا بصراحه لما دخلت اوضه اللبس يعني لا ما حسيتش، يعني لقيت الناس بصراحه اللعيبه الكبيره بتعمل باحترام جدا، ما حسيتش ان انا غريب للامانه. يعني الناس كان اسلوبها كانت كويس جدا، ما حسيتش ان انا غريب، حسيت ان انا بقالي فتره في النادي الاهلي. كان لما دخلت الناس استقبلتني استقبال كويس، ودي حاجه يعني خلتني ان انا ابقى يعني مبسوط ان انا اكون على يعني مش جاي غريب، انا جاي يعتبر في بيتي. لا المفاوضات والله يعني هي كانت مع وكيلي. يعني انا كان في كذا نادي بيكلمني، لكن طبعا النادي الاهلي مش محتاج تفكير طبعا ان انا اخد قرار على طول، يعني من غير تفكير على طول. لما الوكيل كلمني بتاعي قال لي النادي الاهلي، قلت له خلاص على طول، مفيش اتصال في الكلام خلاص. والله انا اقول لك على حاجه، انا مجي النادي الاهلي له اسباب. اول اسبابه ان انا وانا صغير بدات، كان حلم حياتي ان انا ابدا في الناشئين الاهلي. انا جيت اختبارات الاهلي 2009 2010 2009. بدايتي كانت في الاهلي، اختبرت ما حصلش نصيب، رحت طلع الجيش، جيت رجعت تاني الاهلي. يعني افتكر موقف لوالدي من يجي 15 سنه. كان عندي اختبارات في النادي الاهلي ما وفقتش فيها. فانا في اليوم دوت يعني كان حلم حياتي طبعا ان انا اكون موجود في النادي الاهلي من وانا يعني طفل، واكون من ناشئين الاهلي وبراعم من الاهلي. ففي الموقف دوت انا جيت لما ما وفقتش في الاختبارات، والدي يعني انا صعبت على نفسي. دموعي يعني ما قدرتش امسك دموعي، كنت طفل لسه. فجي والدي، انا فاكر اليوم ده لغايه يعني اول ما جالي النادي الاهلي انا ما خدتش قرار خالص. اول سبب ان انا يعني افرح والدي، ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. فانا لما جيت خلصت مع النادي الاهلي، انا والدي ما كانش يعرف حاجه. جيت خلصت كل حاجه، المفاوضات كله تمام. جيت كلمت والدي وفكرته بالموقف دوت، قلت له انا من 15 سنه كان حصل كذا كذا كذا، وانا جيت كنت زعلان وانت طبطبت عليا وقلت لي ان شاء الله هتروح النادي الاهلي وانت كبير. فلما خلصت مع النادي الاهلي جيت كلمته 2 بالليل، قلت له ان انا مضيت مع النادي الاهلي، وانا حلمي بتاع زمان انا حققته دلوقتي زي ما انت كنت نفسك فيه. بس مشاركه الاهلي في كاس العالم ان شاء الله شايفها انها تكون مبشره ان شاء الله السنه دي، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه ونختار بميداليه ان شاء الله. انا يمكن متابعتي كانت مختلفه شويه، يعني انا زي ما قلت لك انا اهلاوي، تشجيعي طبعا انا لما بكون بتفرج على ماتش، خصوصا لما يكون في بطوله كبيره، ببقى يعني اختلاف شويه في الحماس، في رد الفعل، الاكشن بتاعي كده يعني. لا بالعكس، انا انضمام للنادي الاهلي في الوقت الحالي، انا طبعا انا بنضم للنادي الاهلي رايح كاس العالم للانديه، فدي حاجه بالنسبه لي يعني لا يعني حاجه اكبر بالنسبه لي، ومبسوط بده طبعا. انا بحب المنافسه، يعني انا دخلت انا داخل وسط اكبر حراس افريقيا، بس انا بحب المنافسه بصراحه. دي حاجه بصراحه انا لما جيت النادي الاهلي يمكن ناس كتير قالت لي انت شايف مشاركتك ممكن تبقى ضعيفه شويه. انا يعني غير كده خالص، انا ما بشوفش كده. انا بشوف ان انا هنزل ملعب هتعب اجتهد، والباقي بقى على ربنا سبحانه وتعالى مش بتاعتنا. خطوه النادي الاهلي تفرق مع اي لاعب في مصر، مش انا لوحدي، يعني تفرق طبعا في كل اللي انت قلته. نجوميه، شهره، اضافه، يكفي انك انت بتلعب في النادي الاهلي، دي حاجه طبعا اي لاعب في مصر بيتمناها. يمكن اي حد بيستنى الفرصه ان هو يروح نادي ويظهر، وبعد كده هو بيدور اول حاجه على الاهلي على طول، اهلي ما فيش تفكير تاني يعني. طبعا ده خطوه بالنسبه لي كبيره يعني. لا بصراحه من كام شهر ما كنتش متخيل امانه، يعني انا زي ما قلت لك انا كنت بشتغل وبجتهد. كان نفسي ان انا اكون متواجد، بس يعني لا يعني انا ما توقعتهاش ابدا ان انا بعد كام شهر اكون متواجد في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. فشايف ان شاء الله ان مباراه الافتتاح تكون مباراه قويه بالنسبه لنا، ونقدر نعمل حاجه نفرح الجمهور ان شاء الله. لا طبعا انا جاي النادي الاهلي عشان احقق كل حاجه، يعني مش هحقق حاجه بعينها، احقق كل حاجه ان شاء الله، كل حاجه ان شاء الله. يعني اي حد بيجي النادي الاهلي بيبقى نفسه يحقق بطولات كتير جدا يعني، وده طبيعي، اي حد يخش النادي الاهلي بيحقق بطولات، وان شاء الله ربنا يكرم ونكون سبب في بطولات كتير ان شاء الله. النادي الاهلي يمكن اخر ماتش لعبه قدام فاركو ده كان بالنسبه لي مختلف شويه. انا كنت الاول بشجع النادي الاهلي وانا مشجع، لكن وانا لاعب في الفريق يمكن كان احساس مختلف خالص تاني خالص بصراحه. يعني بالنسبه لي كان تشجيعي كان اقوى جدا، وحماسي كان اقوى جدا. انا كان نفسي اكون متواجد في الماتش دوت، بس يعني انا قلت ان ايه
خلي اول ظهور ليا يكون مع بتيشيرت النادي الاهلي، مش في المدرجات. وسط بيك انا لما دخلت يعني شعوري ما كانش مختلف. انا حسيت ان انا هنا من بدري، يعني استقبال اللعيبه ليا وكلام اللعيبه معايا، حسيت لا ان انا في النادي الاهلي من بدري، مش لسه اول يوم يعني. لا يعني انا شايف ان الاهلي ما شاء الله داخل بصفقات كويسه وقويه طبعا، ده ما يزيدش عليا ضغط ولا حاجه، بالعكس انا لما العب مع لعيبه كبيره باسامي بحجم كبير، دي حاجه تضيف ليا في خبراتي في الملعب. انا يمكن لعبت في انديه يعني انديه كويسه وكبيره طبعا لهم اساميهم، لكن يعني النادي الاهلي غير طبعا كلاعيبه، باخد خبرات في الملعب، بشوف نفسي ان انا مع الوقت بتطور اكتر، فدي حاجه تضيف لي يعني ما فيش ضغط عليا. لا هو ده الطبيعه بتاع النادي الاهلي، طبيعه النادي الاهلي اللي هو بيخش اي بطوله جمهور، والفرقه معوده الجمهور على كده. اي بطوله تدخلها الاهلي لازم الاهلي يكون له دور فيها، مش دور فيها بس ان هو لا لازم يتتوج بالبطوله ايا كان هي البطوله بالظبط. اركبها لك محمد سيحه السنه دي ان انا ان شاء الله اتتوج بالبطولات مع النادي الاهلي. دي طبعا بتفرق لي في حياتي ان انا اكون جزء من المنظومه في ان انا اتتوج بالبطولات. حاجه تضيف لي طبعا في السي في بتاعي في حياتي الشخصيه ان انا كنت مع النادي الاهلي في بطوله كذا، وان شاء الله اقدر اعمل دوت ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي ده طبعا دي حاجه يعني الكوره دايما بدون جمهور، من غير جمهور ما بتبقاش كوره عامه يعني النادي الاهلي لو بيعمل حاجه فعشان الجمهور في ظهره بصراحه يعني. اللعب مع الجمهور مختلف شويه خالص، انا يمكن ما لعبتش مع الجمهور قبل كده، لكن لما كنت العب قدام اهلي او فرقه كبيره ليها جمهور بيبقى بالنسبه لي احساس مختلف خالص، يعني بيديني دافع حتى لو انا بلعب عكس الفرقه، لو انا ضد الفرقه. فالجمهور طبعا له دافع كبير جدا ان هو يخلي الفرقه في مكان وتتوج بطولات طبعا. يعني انا شفت ناس كتير بتنزل لي حاجات، وطبعا ده انا لقيتها يعني كان بالنسبه لي حاجه مختلفه، فلما يعني اسم ارتبط بالنادي الاهلي لقيت الناس كلها بتنزل لي، فعلا انا بشوف حاجات كتير يعني، ولما اشوف ده ببقى مبسوط بصراحه. ان شاء الله جمهور النادي الاهلي بطولات كتير ان شاء الله، وباذن الله يكون لي دور فيها ان شاء الله.